يعطيكم العافية. اليوم راح اسوي معبوج البيديان، قطعته كذي تقريبا مربعات. راح اقليه الحين وبعدين اوريكم الخطوة اللي بعدها. بسم الله. بس كذي وصلنا الدرجة هذه، راح اشيله واخليه على جنب. احطه بمشخار عشان ينزل الزيت. هني عندي الفلفل راح اطحنه. عندي هذا الفلفل الكويتي العادي، وعندي هذا الفلفل التايلندي، وعندي الفلفل الهندي. راح اطحنهم كلهم مع بعض، وراح احط فلفل احمر ناشف اطحنهم هني بالماكينه. راح اطحنهم خشن، ما بي وايد ناعم، لانه راح احمسه بعدين كله بالفلفل الاحمر الناشف. راح احط الفلفل العادي العلوب بعد، القطع الكبيره قصه شوي. وهني بلشنا بالجد. طبعا هذا البيديان اللي قليته، هذا الفلفل اللي طحنته، شوفوا طحنته شلون خشن، ما بي ناعم وايد. وعندي الثوم، عندي كمون وكزبرة، عندي ملح، زيت زيتون، دبس رمان، وبس. بسم الله. راح انزل زيت الزيتون. انا احط الثوم. الثوم طبعا حسب الرغبة ايش كثر تحبون. راح ابلش احرك الثوم. تبين عندي ريحة الثوم، راح احط الكزبرة والكمون. احمسهم شيء سريع، بس تبين ريحة البهار عندي. راح انزل الفلفل الحار. الحين انزل الفلفل الحار. الحين احمس الفلفل عدل مع البهارات والثوم، خليه يتنكه كل شيء، يعني مدة 15 دقايق لين نحمس الفلفل عدل وياخذ النكهة.
الملح، وعندي هني رشة خل، الحين راح ارش زيت يسمونه دبس رمان. طبعا النكهات اختيارية، شنو تحبون حطوا. انا افضل هذا الدبس، دائما عندي يعطي نكهة حلوة وحموضة وكذي، احب طعم الدبس. احط قفشة فلفل احمر حار، رجعنا حق المعبوج بعد ما صار تقريبا 10 دقايق. الحين راح احط البيديان. بسم الله. ونحمس البيديان معاه. اخليه 3-4 دقايق بس ياخذ النكهة البيديان، واسكر عليه انطره لين يبرد واعبيه طول زجاج او بلاستيك اي شيء كله عادي. بس كذي صار جاهز. نشف شوي الماي اللي فيه، كل شيء راح اسكر عليه، راح اخليه لين يبرد بعدين اعبيه طول او اي شيء. طبعا راح ازيد الزيت اخر شيء بالعلبة، لازم يكون في زيت زيتون عشان يحفظ المعبوج. وبس ان شاء الله انها طريقة سهلة وعجبتكم. وهذا معبوج البيديان صار جاهز عندنا، ان شاء الله انه يعجبكم. طبعا اللي فوقه زيت الزيتون لازم يكون فوقه زيت عشان يحفظ المعبوج عشان لا يخترب. وبس علينا وعليكم بألف عافية.